يا مساء الفل. كلنا جربنا وحبينا الفراخ الكنتاكي. طب يا ترى جربناها في الجمبري؟ في الفيديو ده هقول لكم ازاي نعمل جمبري مقرمش يكون ارتفاع طبقات القرمشه فيها عالي قوي، بدون كورن فليكس ولا بقسماط ولا حتى ان انا نغمسها في الدقيق كذا مره. هنعمل طريقه جديده ومختلفه ومن نفس الوصفه، يعني هنعمل القرمشه منه فيه بدون تكلفه خالص، واستمروا واستمتعوا باحلى قرمشه. في تنظيف الجمبري مهم قوي ان اشيل القشره واسيب الديل. كمان لما باجي اشيل كيس الرمل اللي هو الجهاز الهضمي بتاع الجمبري، بلاقي ناس بتستخدم سكينه ومقص وحركات كده. الموضوع سهل وبسيط قوي، بمجرد انك سحبتي بطرف صباعك بتسحب معاكي، فما تعقديش الدنيا يعني. هعمل شقوق بالسكينة على بطن الجمبري وعلى ظهره عشان يفك الألياف اللي بتخلي الجمبري ينحني أثناء الطهي بصفة عامة، بالتالي يفضل الجمبري مستقيم ويديني الشكل الطولي. هنزل عليه بشوية ملح صغيرين جدا ونص معلقة صغيرة فلفل اسود. التاتش بقى الخطير اللي هيفرق معاكي قوي رشة الزنجبيل الفريش دي. مش هقولك استبدليه بحاجة او استغني عنه، لا ده لابد يا جماعة يبقى في البيت. ده مش بس بيقوي المناعة، لا ده بيحسن الدورة الدموية وبيحافظ على صحة القلب. بعد كده هجيب شوية دقيق وعليهم صفار 2 بيضة، شوية ملح وفلفل، شوية مية، واقلب كويس لحد ما اعمل القوام ده. هسخن الزيت كويس على النار، وبتأكد من كده بإني بحط نقطتين 3 من الخليط في الزيت. هغمس المضرب في الخليط وابدأ ارش بقى بالمضرب ده في الزيت علشان يعمل لي البابلز الصغيرة دي اللي هعمل بيها بعد كده الكريسبي القمر بتاعنا. ما بستناش عليها كتير وابدأ اطلعها من الزيت. هبدأ اجيب ال3 مكونات قدامي واحط الجمبري مرة في الدقيق ومرة في الخليط ومرة في الكريسبي. شايفين شكل القرمشة جميلة قوي ازاي؟ شايفين اللون بتاعها ذهبي وطالع جميل قوي؟ هكرر العملية دي كذا مرة بقى لحد ما اخلص الكمية اللي عندي كلها. يا ريت بقى اللي نخلصها نحطها في الزيت على طول، ما نستنيش او نركنها على جنب كده لحد ما نخلص الكمية، علشان يظهر فيها التعرجات الجميلة بتاعة الكريسبي وتطلع بالشكل القمر ده. القرمشة طالعة خطيرة جدا جدا، والطعم طلع احلى بكتير يا جماعة حقيقي. شوفوا الجمال، شايفين اللون الذهبي اللي يخطف العين، والقرمشة اللي تسمعوها قبل ما تحسوها. طبقة خفيفة مقرمشة والطعم بقى حكاية. نحط بقى عليها اي صوص عندنا، صوص جبنة، كاتشب، مستردة، اي نوع. رشة بقى صغيرة كده زعتر او ريحان تظبط الكلام. هو ده كان سر قرمشة الجمبري اللي تخليه احلى من المطاعم مليون مرة. جربوه وقولوا لي رأيكم. مستنية تطبيقاتكم الحلوة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وما تنسوش تتابعونا عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا في وصفة جديدة مع وصفة شيك، ومع السلامة.